السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ فاطمة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة اليوم غتشوفوا معايا الطريقة اللي كنديروا بها المايونيز ولاصوص الجيريان في الدار، يعني في المنزل، حقيقة بمكونات اللي جد بسيطة وكيجي رائع، يعني سهل. غير اللي ما بغاش يدير المايونيز في الدار ديالو، يعني انا الطريقة جاتني سهلة، جربتها لاول مرة وجاتني يعني المذاق ديالو رائع، احسن من ديال الزنقة بزاف. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. ندوزو باش نشوفوا دابا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديال المايونيز غادي نحتاجو 2 بيضات. كما كنعرفوا بالنسبة لاصوص الجيريان اي صوص ضروري كنخدموها بالمايونيز، يعني المايونيز هو المادة الاساسية باش كنصوبوا لي صوص كاملين. داكشي باش غادي نصاوب معكم المايونيز هو اول حاجة، ومن بعد غادي ندوزو باش نشوفوا الطريقة ديال لاصوص الجيريان. كما كتشوفوا كناخذ واحد الطراب كندير فيه 2 بيضات كاملين، وكندير 2 معالق ديال الخل. بالنسبه للخل يمكننا نستعملوا اي خل عندنا، انا استعملت الخل العادي. غنضيف شويه ديال الملحه، راس معلقه صغيره ديال الملحه، وغنضيف شويه ديال البزار. صافي غادي نجيب معايا الزيت. بالنسبه للزيت انا غادي نضيف كميه اللي هي قليله، وغادي نبدا نطحن المايونيز ديالي، وانا كنضيف بشويه بشويه حتى كناخذ القوام اللي كيكون ثقيل ديال المايونيز. من بعد ما كنطحن المايونيز ديالي كما كتشوفوا كيولي بهذا القوام كما شفتوا معايا. كما قلت لكم كنبدا نطحن وانا كنزيد الزيت، يعني كميه بشويه بشويه، ما كنديروش الزيت في دقه واحده، يعني كنبقاو نزيدو بشويه، وهي اللي كتساعد لنا على ان المايونيز ديالنا كتجمع حتى كناخذوا القوام. كما كتشوفوا كيبان لكم شويه جاري، ولكن ملي كيجلس واحد شويه راه كيزيد يقصح. غندوزو دابا باش نصاوبوا لاصوص الجيريان. بالنسبه لاصوص الجيريان ديالنا غادي نحتاجوا بصله اللي كتكون مشلضه كما كتشوفوا معايا، مشلضه مزيان، يعني كتكون مقطعه قطع اللي هي صغيره. كنديرها في واحد الكاسرونه، كنضيف عليها شويه ديال الزيت كما كتشوفوا، ومن بعد كنضيفوا معها شويه ديال الحار. بالنسبه للحرور كيبقى اختياري، كاين اللي ما كيبغاش تكون حاره، ولكن هي ضروري كيكون فيها شويه نسمه د الحرور. وكنضيف شويه ديال الملحه، وكنديرها حتى كتشحر ليا البصله ديالي. من بعد ما كتشحر كما كتشوفوا، يعني كنديروها حتى كتشحر مزيان، كتهبط ديك البصله مزيان. كنجيب المايونيز اللي سبق لي وعدلتها، وكنضيف ليها ديك البصله اللي مشحره. بالنسبه للبصله ضروري انها تكون بردات، يعني نكونوا صوبناها وخليناها حتى تبرد باش ما كتهبطش لينا ديك المايونيز. ضروري ان نكونوا بردناها مزيان. عاد كنضيفوها على المايونيز. كنجيب الصلصه ديال مطيشه. بالنسبه للصلصه كنديروا اي صلصه عندنا. كنضيف الصلصه ديالي وكنبدا نحرك المكونات كما كتشوفوا معايا. في الحقيقه هاد الصوص الجيريان كتجي رائعه وكيجي فيها واحد الكولي رائع، يعني الا صوبتي بها الطاكوس كيجي واحد القو رائع مع الدجاج ومع هاد البصله كنكونوا حنا دايرين فيها. الحقيقه كتجي احسن من اللي كنشريو على برا. صافي كما كتشوفوا كنبدا نضيف شويه الصلصه وانا كنحرك حتى كناخذ داك اللون الوردي ديال لاصوص. وفي الاخير كنضيف المكون الاخير اللي كيزيد عليها اللذه بزاف، اللي هي كنزيد راس ديال الثومه اللي كيكون سبق لي وحكيته. درس واحد ديال الثومه فقط، وكنبدا نحرك كما كتشوفوا حتى كيمتاز ليا ديك البصله مع الثومه ومع المايونيز. صافي كما شفتوا معايا هذا هو القوام ديالها. كنخليها حتى كترتاح وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال لاصوص ديالي. كما شفتوا معايا هذه هي المايونيز اللي حضرت معكم، وهذه لاصوص الجيريان. كما كتشوفوا قلت لكم من بعد ما كترتاح راه كتزيد تقال كما شفتوا. في الحقيقه كيجي القوام ديالها اللي هو رائع بزاف كما شفتوا معايا، وحتى المذاق كيجي زوين بزاف. وبالنسبه لاصوص الجيريان راه حتى هي كتجي المذاق ديالها رائع، وداك الكو ديال البصله وديال الثومه. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم وينجحوا معكم.
وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.